اليوم ننجيك ببدنك نعم لتكون لمن خلفك آية. الله. ينجي من؟ فرعون. بنو إسرائيل كانت مشكلتهم الطامة وسوء خلقهم يكمن في المادية. لا يؤمنون إلا بما يرونه بأعينهم ويلمسونه بأيديهم. الله 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 الله. ولذلك الله تبارك وتعالى لما قدر لأمة محمد أن تخرج إلى الوجود جعلها أمة وسطا. أي وسط؟ أمة جمعت بين مطالب الروح ومطالب الجسد. الله 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 الله. فأمة اليهود كان ينقصهم أنهم يهملون مطالب الروح ويلبون جميع مطالب الجسد، فيجرون ويلهسون خلف شهواتهم ونزواتهم وغرائزهم، لكنهم لا يعرفون ربا ولا يعرفون قلبا ولا يعرفون دينا ولا يعرفون برا ولا فضلا ولا هدى. هكذا كان شأنهم. ولذلك أعطاهم الله الدنيا فقط وقال عنهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وعندما تكلم الله عن جزائهم قال ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نعم. أما الأمم الأخرى فكانت تلبي مطالب الروح وتهمل مطالب الجسد، مثل أمة النصارى لبوا مطالب الروح، ظنوا أن التقرب إلى الله بحرمان أجسادهم من مطالبها، فابتدعوا الرهبانية كما قال الله عنهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها. وقد رد الله عليهم أيضا فقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. لا خلاص شربت كلها شوية شاي قول لي. خذوا زينتكم مظبوط عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال المصطفى كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة، أي من غير صرف ولا خيلاء ولا كبرياء. هذه هي الضوابط يا إخوة. ولذلك جاءت أمة الإسلام لتجمع بين المطلبين معا، مطالب الروح ومطالب الجسد. زكى الله البدن فأمرنا بالغسل والوضوء، وزكى الروح فأمرنا بالركوع والسجود لتسمو بروحك إلى مولاك. هل تعلمون يا إخوة أن الله تبارك وتعالى أقسم على النفس البشرية 11 قسما، أطول قسم في القرآن. يقول تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والذي بناها والأرض وما طحاها والذي فرشها ونفس وما سواها والذي سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله تبارك وتعالى لم يأمر الملائكة بالسجود لآدم إلا بعد أن نفخ فيه من روحه. يقول تعالى
فإذا سويته. متى أمرت الملائكة بالسجود لآدم؟ في أي وقت وفي أي زمن. فإذا سويته، ساعة سوى الله آدم لم تؤمر الملائكة بالسجود له. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فاليهود أهل مادة ووصفوا بسوء الخلق، وسوء الخلق فيهم متوارث إلى الآن. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قيل كما ذكر الطبري في تفسيره أن فرعون لما أطبق عليه البحر سأل بنو إسرائيل موسى عن فرعون، فقالوا له يا نبي الله ماذا حدث لفرعون؟ فقال لهم مات. فقالوا له لا، لم يمت. كيف ذلك؟ إنه قد غرق ومات. فقالوا له لا، لم يمت. نحن لا نؤمن بأنه قد مات. يا إخواننا البحر أطبق عليه غرف داهي، قالوا له لا ما ماتش. فسأل موسى ربه أن يخرج لهم جسد فرعون من البحر، فخرج لهم جسد فرعون من البحر وقد احمر جلده من الغرق. ساعتها قالوا له قد صدقنا أنه مات. ألم أقل لكم يا إخوة أنهم لا يؤمنون إلا بما يرونه بأعينهم ويلمسونه بأيديهم، لكن مسألة بقت القلب والروح والآخرة والجنة والنار هم لا يؤمنون في كل هذا الكلام، لا يؤمنون به. هكذا كانت صفتهم وهي متوارثة فيهم إلى الآن. لا يعترفون برب ولا بقلب ولا بروح ولا بخير ولا ببر، ولذلك أعطاهم الله الدنيا فقط، فهم يملكون اقتصاد العالم الآن. وقد قضى الله بذلك عندما قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الجملة الخطيرة اللي جاية ولتعلن علوا كبيرا. تصوروا عندما يكون ترامب رئيس القوة العظمى أو القطب الوحيد للعالم طوع أمر نتنياهو ينفذ ما يأمره به، وإلا إن لم تنفذ سأخرج لك من مقاطع الفيديو التي نملكها الآن من ملفات من إبستن التي ظهرت بعض وثائقها الآن. إن لم تنفذ ما نأمرك به وإن لم تضرب إيران كما نأمرك فإننا سنخرج لك المقاطع الأخلاقية التي ستعزلك على الفور، بل وتدخلك السجن، بل وربما تؤدي بك إلى الإعدام. وهكذا يبتزون قادة العالم كله، فتحقق قول الله فيهم ولتعلن علوا كبيرا. نعم يا إخوة. ثم هناك لقطة أخرى يقول الله تبارك وتعالى وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، مش إليك برضو يا مولانا، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وإن كنت في شك يا محمد مما أنزلنا إليك، ما الفرق بين أنزلنا إليك وأنزلنا عليك؟ هناك فرق يا إخوة. كل حرف في القرآن يعشق مكانه،
نعم يا إخوة، أنزلنا إليك للتشريف وأنزلنا عليك للتكليف، هذا هو الفرق. وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي فاسأل الذين قرأوا في التوراة والإنجيل من قبلك فقد ثبتت نبوتك عندهم في كتبهم، كما قال عيسى من قبل ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وكما قيل نور الله ولد في طور سيناء وانتقل إلى فلسطين ثم استقر في مكة، فلما ولد الحبيب طلعت على مكة شمسان، شمس النهار وشمس محمد عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة الأحباب. ثم هناك لقطة أخرى عندما يقول الله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يعني فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني من سنن الله الكونية أن الأمم عندما تحارب ربها بالمعاصي وتخالف أنبيائها الله تبارك وتعالى يستأصلهم من الوجود. حدث هذا في قوم عاد. ماذا قال الله تبارك وتعالى في قوم عاد؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. يقول تبارك وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وأيضا حدث في ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وهكذا كان في قوم لوط وما من قوم خالفوا نبيهم وحاربوا ربهم بالمعاصي إلا واستأصلهم الله من شأفة الدنيا إلا من الأمة الوحيدة المستثناة غير أمة النبي. الأمة الوحيدة أهل من؟ أهل يونس. هؤلاء قوم بمعنى أهل. ولذلك عيسى بن مريم لم يقل لبني إسرائيل يا قومي لأنه ليس له أب، يبقى قوم بمعنى أهل. أهل يونس هم الوحيدون الذين لما تركهم نبيهم ظنوا أن ترك نبيهم لهم عذاب من الله عليهم فاستغفروا الله وتابوا إليه ولبسوا المسوح فتاب الله عليهم وأنقذهم من عذابه. دي معلومة تعرفها ان مين المستثنى من الأمم اللي هم ربنا سبحانه وتعالى كاد أن يجري عليهم عذابه لولا أنهم بادروا إلى الله بالتوبة. يعني لحقوا نفسهم في الوقت زي ما بيقولوا إيه في الوقت الضايع. شفتوا لما بيدوا يقول لك كام دقيقة للماتش 5 دقائق بيقول لك في الوقت الضايع. هم لحقوا نفسهم في الوقت ده وربنا سبحانه وتعالى إيه كشف عنهم العذاب. أما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام فالله أكرمنا بمحمد. نعم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كان في زمان وإحنا التلاميذ كده كان في مدرس علينا من الغروب
يقول انتوا مش عارفين الامثال اللي بيقولوها ابهاتكم واجدادكم ولا ايه؟ نقول له عارفين. يقول طيب انتوا سمعتوا عن المثل اللي بيقول لاجل الورد ينزج العليل؟ نقول له ايوه. يقول اول مثل ده في القران. يا عم انت مثلا لما تقولوا الناس تقول لي في القران، ايوه قال لي معناه في القران موجود ازاي؟ قال ربنا بيقول ايه؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. طيب وانت فيهم هو تركنا ومات. طب وبعدين في الامان الثاني، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خلي بالك بقت ليعذبهم ومعذبهم. ليعذبهم ايه الفرق بين ليعذبهم؟ اتى هنا بالفعل لكن اتى هنا بالمصدر. ليه هنا المصدر في الثانيه والاولى الفعل؟ لان كل فعل له زمن، ينتهي الفعل بانتهاء زمانه، ورسول الله له اجل. صح ولا ايه؟ لكن معذبهم اتى بالمصدر ليه؟ ليدل على الاستمرار. طول ما انت بتستغفره ربنا هيأمنك. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا